اطعم والذ سندوتشات فراخ مشويه جبتها لك لحد عندك. ممكن تعمليها في البيت لولادك وحبايبك بتكات وخطوات واسرار سهله، وكمان مش هتاخد معاكي وقت، وكلها حاجات من البيت. يلا بينا نشوف الطريقه. سموا الله وصلوا على الرسول. يلا بينا نعمل تتبيله الفراخ المشويه. اول حاجه عندي صدور فراخ انا مقطعاها كده شبه الاستريبس، طبعا مخليه من الجلد ومن العظم، ولو عندك برضو وراك ممكن تعمليها، بس اهم حاجه تكون مخليه من الجلد والعظم. عندي التوابل: معلقه ملح، معلقه بصل بودر، توم بودر، نص معلقه كركم، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، ومعلقه زعتر. هننزل بيهم كده على الفراخ. وعندي واحدة زبادي، وعصرة ليمون، هعصر ليمونة كاملة، وهنزل برضو بمعلقتين 3 زيت، وهنقلب ده كله في بعض. هندمجهم في بعض كويس قوي، وهنركنها نص ساعة ساعة. ويلا نعمل بقى ألذ صوص ممكن تحطيه في سندوتشات الفراخ المشوية. اهم حاجة تقلبيها كويس في قلب بعضها عشان التوابل والزبادي كلهم يدوبوا في قلب بعض. الخطوة التانية اللي هي أهم خطوة في السندوتشات بتاعت النهاردة، اللي هي بتاعت الفراخ المشوية، هنعمل أحلى وألذ صوص ويعتبر منافس قوي للتومية. واحدة فلفلة ألوان، حبتين طماطم، وهنزل كده ثلاث صوابع فينو هقطعهم، أو لو عندك توست اللي انت الموجود عندك، توست فينو اللي انت عايزاه. أنا بقطعهم كده. وعندي طبعا حزمة كزبرة، بس مش هحطها في الخطوة الأولانية دي اللي أنا هعملها. ممكن صابعين كفايه، او 3 على حسب الكميه اللي انت والعدد اللي عندك. ربنا يزيد ويبارك للجميع يا رب. فانا هحمص 3 صوابع فينو، الفينو مع الطماطم مع الفلفل الالوان. هرش عليه كده رشه ملح، وكمان هرش عليه زيت، يعني معلقتين زيت كده بالكتير، واقلبيهم في بعض عشان ايه الزيت يجي على كل حاجه. وكل ده دخليه الفرن على درجه حراره 200. دخليه الفرن عشان كله يتشوي جوه الفرن. وبعد ما نطلعه من الفرن هنشوف هنعمل ايه بيه مع الكزبره، وهنشوف اضافات ايه تاني معاه. بعد ما شوينا الخضار الفلفل والطماطم، وحمصنا العيش الفينو او عيش توست لو عندك، هننزل بيهم كده في شفشق الخلاط. طبعا هتكوني مقشره الفلفل والطماطم. وهنزل بحزمه كزبره، وهنزل بحوالي 4-5 معالق خل تفاح او خل ابيض المتاح عندك. وهنزل برضو زيهم زيت، وهنزل معلقه بابريكا، ومعلقه فلفل اسمر، وهنزل حوالي 2-3 فص توم، وهنزل شويه ملح. انا حاطه ملح طبعا على الخضار وعلى العيش، فمش هزود في الملح، وبعد كده هظبط. بس كده هضربهم في الخلاط وهنشوف. خلصنا فرم الخضار مع العيش وعمل الصوص ده. بصي طعمه خطير، هو بيبقى تقيل كده عشان العيش طبعا، فبيبقى متماسك. عايزه تخففيه حطي له
زيت او خل. زيت بس الخل الكتير هيخلي طعمه لاذع، فالزيت هو امن حاجه ليه لو عايزاه خفيف. انا عايزاه تقيل كده، لان مجرد هاخد منه للسندوتشات النهارده، وبعد كده هشيله في اي بيتزا، في اي سندوتشات تانية يعني تقدري تعملي بيه اللي انت عايزاه. طعمه خطير، ده احلى صوص ينافس التوميه. ده الخضار اللي هحشي بيه برضو السندوتشات مع الفراخ. كابوتشا اللي هي الخس، طماطم شرايح، خيار مخلل، بصل، وعليه سماق. في اي طاسه عندك، او سواء طاسه عاديه او طاسه جريل زي دي كده، انزلي بمعلقتين 3 زيت، وابدأي حطي الفراخ لما تسخن. هي مش بتاخد سوا كتير، هي يا دوبك دقيقة او دقيقة ونص على كل ناحية، لان هي خفيفة جدا. يعني مجرد ما بتاخد لون انا بقلبها. انا طبعا مهديه النار. الريحة بسم الله ما شاء الله بتطير، بس الصوص بتاعها خطير. انا مجرد بديها لون، هي مستوية، بديها بس لون يكسر اللون الفاتح ده، وهطلعها على طول. هنا هنبدأ نجيب عيش التورتيلا او عيش التورتيه، رغيف تورتيه. هندهن اول حاجة الصوص اللي احنا عاملينه سوا، هندهن كده كل الدايرة بتاعت الرغيف. اول حاجة هننزل بالخس، هننزل بشرايح الطماطم، مش هكتر طبعا طماطم عشان احنا مش يعني بناتي مش بيحبوها في السندوتشات. شرايح البصل، شرايح الخيار المخلل، وهحط بعد كده الفراخ، هحط البطاطس، بعد كده هحط من الصوص تاني كده فوق البطاطس كده، وهبتدي اقفل. اخده كده والفه، يعني حاولي تقفليه حلو. بعد ما لفيته بفرشه كده، وهدهنه زيت من الوجهين يعني، وهحطه في الطاسه الجريل برضو. وبكده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش الاشتراك، تفعيل الجرس، واللايك الحلو من ايدك عشان يوصلك كل جديد. خلاص خلصنا السندوتشات اهي، بسم الله ما شاء الله، فيها كل الحشو اللي انا عايزاه. هندوق كده، بسم الله بسم الله. خطيرة خطيرة، اللهم بارك. ناخد قطمة كمان. تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.